السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة بالمغرب. سنعطيكم موجز إخباري إن شاء الله، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. تشهد مختلف مناطق المملكة المغربية استمرارا للأجواء الصيفية الحارة خلال يوم غد الأربعاء 23 يوليوز 2025، حيث من المرتقب أن تبقى السماء صافية إلى قليلة السحب في معظم أنحاء البلاد، مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا تتراوح بين 33 و 34 درجة مئوية في المناطق الداخلية، وتنخفض ليلا إلى حوالي 21 درجة. في الدار البيضاء يتوقع أن يسود طقس مشمس ومستقر، مع حرارة تصل إلى 29 درجة نهارا و19 درجة ليلا، مدعومة بنسمات ساحلية معتدلة. في الرباط تكون الأجواء مشابهة، مع حرارة لا تتجاوز 30 درجة خلال النهار. أما في مراكش فستواصل المدينة تسجيل درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 39 درجة مئوية، مع طقس جاف وسماء صافية، ما يستدعي أخذ الحيطة خلال فترات الذروة. جهة فاس مكناس ستعرف بدورها يوما حارا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 35 و 37 درجة، في حين يتوقع أن تصل في مكناس إلى 34 درجة. أما مدينة فاس فقد تسجل أعلى من ذلك بقليل، مع طقس مشمس طيلة النهار. في طنجة وتطوان والحسيمة سيكون الطقس أقل حرارة نسبيا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 27 و 31 درجة، مصحوبة برياح خفيفة على السواحل الشمالية. الجنوب الشرقي للبلاد خاصة في الرشيدية وورزازات سيشهد درجات حرارة مرتفعة تتجاوز 40 درجة في بعض الفترات، مع أجواء شديدة الجفاف. وفي المناطق الصحراوية كالعيون والداخلة من المرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 32 و 36 درجة، مع تأثيرات الرياح المحلية الشرقي التي تزيد من الإحساس بالحرارة. الرياح ستكون معتدلة إلى ضعيفة، تنشط أحيانا بعد الزوال، خاصة بالسواحل الأطلسية والجنوبية، بينما تظل الرطوبة منخفضة بشكل عام، ما يرفع من احتمال الشعور بالإجهاد الحراري.